هنا سؤال السبب نقص فيتامين بي 12 بالرغم من انها تاخذ مكملات له. هنا اللي لازم تعرفوا انه مكملات البي 12 تنتج بشكل اكبر من قبل من؟ من قبل بكتيريا الجهاز الهضمي. يعني عندك فيتامين البي 1 والبي 2 والبي 3 والبي 5 والبي 6 والبي 7 والبي 9 والبي 12 عندنا هنا ينتج بشكل أكبر في الجهاز الهضمي. حتى اللي تأخذه من الطعام لابد أن يتم تحويله من قبل بكتيريا الجهاز الهضمي بما يتناسب مع جسم الإنسان، مع الجسم، يعني يحولوا أو يفعلوا لشكل مفعل. لأنه عند كل شخص مننا بكتيريا تعيش داخل الجهاز الهضمي وزنها من 2 إلى 3 كيلو. النسبة العظمى من البكتيريا تعيش داخل القولون، في نسبة أقل في الأمعاء الدقيقة ونسبة أقل أو قليلة جدا في المعدة. لذلك لازم ما تاكل أي أكل يسبب بلبلة لبكتيريا الجهاز الهضمي. عندك الأكل المكرر بشكل خاص السكر، وبشكل خاص برضو بعض الناس يكون عنده تحسس من الحليب، لازم تبعد هذول حتى بإذن الله تعالى يرتفع مكمل بي 12 بشكل أفضل بالنسبة لديك. هنا في احتمالية ثانية يكون منها نقص اللي هو الفيتامينات وبعض المعادن برضو اللي هي حالة السايبو، وهذه تتسبب بحالة أخرى اسمها مايل أبسوربشن اللي هي عدم امتصاص المحتوى الغذائي. بمعنى ثاني البكتيريا اللي أنا قلت لكم تعيش بالقولون ترتفع إلى أن تصل بنسبة كبيرة إلى مكان الامتصاص الأمعاء الدقيقة. بعدين تاكل أي أكل أنت جالس تدخله وتحاول تستفيد منه وتعطيك الفضلات، وهنا قد يتصاحب معها غازات مستمرة. انتبه من الأكل اللي تاكله.